ياري ميناسان كونيتشوا. الحلقة الأخيرة من ملحمة شيبويا، الموسم الثاني من أنمي جوجيتسو كايزن قنبلة الموسم. ختامية جميلة وجد مهمة لهذا الأرك، هي حلقة غير معتادة بالستايل المغاير في تركيبة الأحداث وصيرورتها، لكن أوضحت العديد من النقاط الغامضة ومجموعة من التساؤلات، أهمها نوايا العقل كينجاكو خليفة أيزن، العقل المدبر لكل السيناريوهات التي ستأتي على ذهنك. هذا بالإضافة إلى ظهور شخصيات قد ترونها أكثر من مرة في الموسم القادم، كتلميح لأهميتها ودورها الكبير في الأحداث القادمة. وكالعادة الإنتاج في المستوى والأوسطات كذلك، والأهم هي الحوارات وطريقة عرضها التي للأمانة تجيب وبخط عريض كل المنتقدين أن هذا الأنمي ليس مجرد قتالات فقط، وإنما يفوق ذلك بمراحل. حوار يوكي وكينجاكو سافر عبر الزمن لاستكمال قرين له دار قبل 12 سنة بعد أن فاض الكأس مع الضحية جيتو، والحوار يستأنف الآن مع نفس الجثة لكن مع دماغ مختلف. وكما هو معلوم، اللعنات وليدة المشاعر السلبية للبشر. يوكي تؤكد وجود طريقتين لإنشاء عالم لا توجد به لعنات. الأولى استئصال الطاقة الملعونة من جميع البشر، والسفاح توجيزن خير مثال لذلك، حيث كان لا يملك ذرة طاقة ملعونة، لكنه بإمكانيات خارقة تعويضا لنقصه عن طريق العقد السماوي. الثانية عن طريق تعليم البشر كيفية التحكم بالطاقة الملعونة، بمعنى آخر جعلهم شامانا في ظل قدرتهم على التحكم بالطاقة الملعونة، وبالتالي لن تأتي لعنات جديدة التي تولد من رحم المشاعر السلبية للبشر وشرورهم. جيتو كانت غايته قتل الجميع دون الشامان وفرض التطور على الناجين من الإبادة. يوكي تسوكومو أبدت رأيها بأن طريقة كينجاكو أيضا بها فجوة، فمقارنة باليابان تواجد الشامان والأرواح الملعونة يكاد ينعدم في الخارج، وحاجز تنجين ضروري لتحسين الطاقة الملعونة، ووحدهم اليابانيون قادرون على أن يصبحوا شامانا، ما سيسبب احتكار الطاقة الملعونة في اليابان، والتي ستكون بمثابة حرب اقتصادية بين بلدان العالم. الحقيقة بعد هذا الحوار ستدرك يا عزيزي المشاهد أن الكاتب أكثر عمقا مما تتخيل، وأن محتوى القصة ليس مجرد قتالات للمتعة فقط، بل هي أكبر من ذلك. بمعنى آخر، من يحتكر عالم الجوجيتسو وكأنه يحتكر البترول أو الطاقات الثمينة الأخرى في عالمنا اليوم، وستسعى كل البلدان للحصول على نصيب الأسد من الفريسة، وبالتالي خراب هذا العالم. وهذا هو هدف كينجاكو الذي أبدى رغبته في خراب العالم واستمرار اللعنات. باختصار، استرجاع مجازر عصر الهايان. خطة الخبيث كينجاكو تنص على زيادة كفاءة الطاقة الملعونة وإخراج كل التقنيات القصوى، ولأجل زيادة الكفاءة تحتاج الخطة إلى استخدام حواجز تنجين، والتي تتواجد باليابان فقط. ونتيجة لهذا فإن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تستطيع الاستفادة من هذا المشروع، وهذا ما يفسر تلك الحرب الاقتصادية التي ذكرتها سلفا. والآن خذ ورقة وقلم ودون. طوال 1000 عام أنشأ الخبيث كينجاكو عقود سرية مع أقوى مستعملي الجوجيتسو في التاريخ. العقود تنص على إعادة بعث هؤلاء الأقوياء مقابل المشاركة في لعبة الإعدام، والتي على فكرة ستكون عنوانا للموسم القادم. اللعبة ستجمع أخطر الشامان وأقواهم عبر التاريخ يقاتلون بعضهم البعض حتى الموت. قام كينجاكو بتعديل عقول وأجساد الأوعية لتناسب قوة هؤلاء الأشخاص، وتم فك الختم عنهم الآن، كما حدث مع تسوميكي أخت ميغومي. الخطة أشبه بإطلاق 1000 إيتادوريوجي متعطش للقتال في آن واحد. والآن تهيأوا وزيروا الصمت، فقد بدأت بالفعل خطة أسوأ مستعمل للجوجيتسو في التاريخ، والذي استمر في نقش رموزها منذ 1000 عام، منتقلا بين الأجساد وتجارب لا تعد ولا تحصى، كشوسو الذي يعد واحدا من تجاربه الفاشلة. وكل هذا من أجل إعادة عصر الهايان من جديد، عصر سوكونا وأمثاله. وفي الوقت الذي اجتاحت فيه الأرواح الملعونة طوكيو بكاملها، سجل شامان الدرجة الخاصة أوكو تسويوتا حضوره من جديد بعد طول الغياب ورحلته في ماما أفريكا. النجم الصغير أصبح المنفذ الأول لقرارات مجلس الشيوخ، والذي كانت إشعاراته كالتالي: تم التحقق من نجاة جيتو سوغورو، بهذا تم إعلان حكم الإعدام عليه اعتبار جوجو ساتورو متواطئا بحادثة شيبويا، ولذلك
تم طرده من مجتمع الجوجيتسو نهائيا. علاوة على ذلك، أي محاولة لتحريره من الختم ستعتبر جريمة. حكم الإعدام على ياغا ماساميتشي كونه محرض جوجو ساتورو وجيتو سوغورو مما تسبب بحادثة شيبويا. إلغاء تعليق عقوبة إيتادوري يوجي والحكم عليه رسميا بالإعدام على الفور. وطبعا تعيين شامان الدرجة الخاصة أوكو تسويوتا منفذا لعقوبة إيتادوري يوجي. وهكذا انتهى هذا الآرك الذي نافس نفسه والذي جعل لكل حلقة حبكة خاصة تختلف عن سابقتها وتابعتها كذلك. بل الموسم كله كان تحفة فنية بامتياز، منذ آرك المخزون الخفي وأحداثه الممتعة وصولا لليالي شيبويا المظلمة. على أن يتجدد اللقاء في لعبة الإعدام؟ وأي لقاء هذا؟ سؤال يطرح نفسه بنفسه. شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذا الآرك الناري، وكالعادة لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم.